الكلام ده قل شويه. ايطاليا الفرق الكبيره معديه كلهم الملعب قياس يا كابتن، وفي جري وفي قياسات. هو خلاص احنا عندنا بالكلمه خلاص انا ده ليه مزاج اخليه هخليه، ماليش مزاج ابطله. ما دي حقيقه. صح 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 بتكلم الاعلام كله. بس هو اقول لك على حاجه صح. بس هو في حاجه مهمه جدا. انا عن نفسي انا ما بعترفش بالشهاده الميلاد. انا بعترف بادائه في الملعب، معدلات الجري، تهديف، خلاصه، تمرينه، صحته في الملعب، كل ده مؤشر كويس جدا. لعيب يلعب لحد 40 سنه ما عنديش مشكله طالما واقف على رجله وبيكسبني وبيعمل كل اللي بطلب منه من النواحي الفنيه والتكتيكيه، خلاص مفيش مشكله. عامل السن ده ما بصلوش. مثلا عماد متعب، انا وجهه نظري عماد قادر، عماد محافظ على نفسه، عماد ما زادش. خلينا في حسام بيلعب، انما متعب النهارده وقناص وهداف، وبعدين عنده اخلاقيات عاليه جدا وهادي جدا، وعمره ما صرح ولا عمره واخد يعني يلعب. خد بالك. والماتش اللي فات يا كابتن ربيع كابتن حسام حتى اتكلم عليه، قال عماد، شفته عماد في اصرار وعايز، وفعلا سبرنتات عماد في الماتش اللي فات تحس ان هو لا عماد طبعا عايز شخصيه جميله. خد بالك، لا ولا ليه في اي حاجه ولا بتاع، وما بيتصرحش وما بيتكلمش وساكت وهادي، ده تحافظ عليه. قيمه كبيره جدا جدا عماد متعب بصراحه. يعني يشجعك ان انت تبقى في ظهره وانك تنزله، وبعدين كاريزما حاجه جميله يعني تحب تتفرج عليه. متعب يفكرك بالزمن، وفي نفس الوقت هو لعيب جميل، لعيب كويس الناس بتحبه. اللعيب اللي الناس بتحبه لازم تحافظ عليه وتديله. خد بالك، نجم شباك ده مهم جدا. حتى لو بص يعني دي جوان طبعا. لا انا كل الناس بتحبه، هو فعلا بص حاجه جميله جدا وادى، ولحد دلوقتي قادر بفضل الله تعالى. بس طبعا احنا بنقول هو كابتن حسام هو ادرى واحد. حسام اكيد عاوز المصلحه، حسام بيدور على المكسب، عايز يكسب. حسام طبعا احنا بنقول وجهات نظرنا، واخد بالك، وحسام هو صاحب الشان، هو ادرى واحد بالفريق. اكيد طبعا اكيد. يعني يا كابتن رضا ممكن الكابتن حسام بدري يعمل مفاجآت في التشكيل بكره؟ لا، كابتن حسام ما بيفاجئناش بالتشكيلات، يعني دايما حاجاته ثابته، بتبقى حاجات بسيطه يعني، بس غالبا بيبقى ثابت تشكيله. يمكن انا عايز اعلق على نقطه، بس احنا يمكن انت قلتها، بتقول قله الهدافين. يعني ايه قله هدافين؟ يعني عند عمرو وعماد ومروان واجاي، لو كل واحد، لو المجموعه دي فائت هيكسروا الدنيا. بالظبط. يعني ايه قله هدافين في النادي الاهلي وانا عندي المجموعه دي؟ ما انا بس ده كل واحد لوحده مش يشيل فرقه، ده يشيل فرقتين ثلاثه، اللعيب لوحده من ده. يعني هي الفكره كلها ان انا شايف ان انا محتاج اشتغل على الناس دي عشان افوقها. اهم من ان انا ادور على مهاجم. يفوقهم ازاي؟ نفسيا. اللاعب المصري بص اوتوماتيك مشكله يا كابتن سمير. طبعا مشكله اللاعب المصري فعلا، اللي هو يقول لك اصل المدرب مش عارف ايه، اصل يعني نفسنا نخلص من الحته دي. هو مفيش مدرب عايز يخسر. اكيد بينقي اللعيب الجاهز. في انسان عايز يبقى فاشل. في اي مدرب بينقي اللعيب الجاهز اللي بيطبق الطريقه بالناحيه التكتيكيه، بيحب يدافع ويهاجم على حسب طريقه المدرب تتاقلم عليه. فعشان كده بتحس ان بعض المدربين في مصر او بعض النقاد يكتبوا عن يقول لك بيحب ويكره. لا، في لعيب ما بيطبقليش اللي انا عايزه. وفي مدربين وفي مدربين بيحبوا. ماشي بس يعني الاغلب انا معاك، متفق معاك. بس الاغلبيه اللي هو عايز يكسب بيدور على مصلحه الفريق، عايز ينجح ومصلحته عايز ينجح بالظبط كده. بيدور على اللعيب اللي بيطبق له الطريقه، بيتعامل تكتيكيا كويس جدا، بيطلب منه اللي هو عايزه، ما بيردش عليه، ما بيعملش. في مدربين انواع، لكن عايز اقول لك يعني في مدربين زي ما بقول يعني كل شيخ ليه طريقته. يعني انا عاوز اقول نقطه برضو مهمه جدا بالنسبه لاعاد اي لعيب خارج عن الفورمه. انت لو تمسك بقى التاريخ كله بالنسبه للفرق الكبيره او فرق البطولات او النادي الاهلي، ما فيش حد ما عادش. يعني الخطيب جاله فتره اللي هو الخطيب اعظم لعيب قاعد يا رضا، مصلحه الفريق في واحد معين. انا اعرف لعيب ما قعدش. واخد بالك، وهو مصلحته في وقت معين. كابتن ربيع ما شاء الله زي ما شفنا توتي. انت ما قعدتش ليه طب يا كابتن ربيع؟ ما قعدتش ليه؟ عشان ما كنتش الحمد لله كنت حافظ على نفسي. لا بجد ما تدينا برضو ادي روشته للعيبه كلها. لا، اصاباتي كانت قليله جدا، ومحافظ على نفسي وبنام بدري وبتمرن كويس جدا وعاوز اعمل تاريخ لنفسي. قلت انا هبطل فاستغل كل دقيقه وكل وقت واعمل ارقام. السمات الشخصيه مهمه قوي يا كابتن. طبعا جدا. والانسان يحس بالنعمه اللي ربنا مديها له. اكيد. يعني كابتن حسام بدري ممكن يلعب باجاي وعماد متعب. نطلع فاصل وفكر في الاجابه عشان ده حاجه مهمه جدا. ممكن الكابتن حسام يلعب باجاي وعماد متعب، ممكن نشوف كده بكره. نطلع فاصل ونرجع نسمع اراء ضيوفنا الكرام.